السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قال الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد: مارسيل كولر مدرب الأهلي عاوز يغير شكل الفريق، وما علمته أن السويسري يستهدف تغيير 3 لاعبين إن لم يكونوا 4 من ال5 الأجانب الذين في الفريق. وأضاف: وسام أبو علي لا يحسب لاعبا أجنبيا، مشيرا: شوف بقى الأهلي ممكن يبيعهم بكام لو قرر البيع النهائي، أو حتى لو قرر إعارتهم. وزاد: أمس بيرسي تاو نزل امبارح قلب المباراة لصالح الأهلي أمام باتشوكا. رضا سليم كان له دور مميز أمام أورلاندو بايرتس، ومش عارف هل ستكون هناك فرصة أخرى للأجانب أم لا. قرر مسؤولون نادي الأهلي توقيع عقوبة على إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 في اللقاء الذي أقيم على استاد 991 في إطار نصف النهائي كأس انتركونتيننتال بقطر. ونشر كريم حسن شحاتة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: سيتم توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور بسبب رفضه تسديد الركلة السادسة. ورفض إمام عاشور تسديد ركلة الجزاء السادسة أمس، ليقوم عمرو السولية بتسديدها وينجح في تسجيلها. ولكن في النهاية هزم الأهلي في هذا اللقاء وخرج بشكل رسمي، ولم يخض مباراة النهائي ضد ريال مدريد. بدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التحرك بقوة من أجل تدعيم الفريق الأحمر بشكل مميز خلال الفترة المقبلة. هناك اتفاق داخل المجلس الأحمر على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بالتزامن مع التحرك لإضافة صفقات أجنبية من العيار الثقيل من أجل تعزيز قوة الخط الأمامي، حيث يضغط كولر لضم 3 صفقات أجنبية من العيار الثقيل في الهجوم على حساب علي معلول ورضا سليم وبيرسي تاو. رشحت لجنة التخطيط في صفوف النادي الأهلي اسم مصطفى العش، مدافع فريق زد، للتواجد في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. ويأتي ترشيح اسم مصطفى العش مدافع فريق زد في ظل اقتراب إدارة النادي الأهلي من خطوة فسخ التعاقد بشكل رسمي مع يوسف أيمن مدافع الفريق، حيث أصبح في طريقه نحو العودة إلى صفوف فريق الدحيل القطري في الفترة المقبلة. ارتفعت بشدة فرص رحيل محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي عن صفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبدأ محمود كهربا يتحدث مع بعض المقربين منه بشأن رغبته في الرحيل في ظل الضغوطات التي يشعر بها في تجربته مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي. وعاد محمود كهربا للتفكير في بعض العروض المحلية، حيث كان على رادار فريق زد في بداية الموسم، ونفس الأمر يبحث مع وكيله عن إمكانية توفير أحد العروض الخليجية في الفترة المقبلة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء. وتعرض محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي إلى انتقادات قوية عقب انتهاء لقاء باتشوكا في كأس التحدي بسبب سوء المستوى الفني الذي ظهر به عقب مشاركته على حساب وسام أبو علي. حسم النادي الأهلي من خلال السويسري مارسيل كولر موقفه من الحصول على خدمات أحمد حسن كوكا مهاجم فريق ريو آف البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان اسم أحمد حسن كوكا قد تم عرضه على النادي الأهلي من خلال بعض الوكلاء، وذلك لبحث إمكانية التعاقد معه. ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خطوة الحصول على خدمات أحمد حسن كوكا مهاجم ريو آفي البرتغالي، وذلك لأسباب فنية. وتحفظ المدير الفني على عامل السن، حيث تخطى أحمد حسن كوكا 30 عاما بالتزامن مع غيابه عن معسكرات منتخب مصر في الفترة الماضية. كما يرى أن أحمد حسن كوكا لا يختلف كثيرا عن أسامة فيصل ومحمد شريف، حيث ليس لديه قناعات بهذه الأسماء. وشدد كولر على ضرورة التعاقد مع رأس حربة أجنبي من العيار الثقيل، وذلك من أجل تعزيز قوة الخط الأمامي للفريق خلال المرحلة القادمة.